النصيحه دي لو ما عملتهاش هتكلفك زي ما كلفتني انا سنين. كنت فاكر الموضوع بسيط، اقبض اعيش حياتي واقول هظبطها بعدين، بس الحقيقه اول اسبوع بعد القبض هو اللي بيحدد هتعيش مرتاح ولا هتتوتر اخر الشهر. انا كنت بعمل نفس الغلطه كل مره، المرتب ينزل اصرف عادي واقول الشهر الجاي هيبقى اهدى. صدقني مفيش شهر جاي بيختلف لو اول اسبوع هو. والمشكله الحقيقيه ان الفلوس بتنزل من غير خطه. خليني بقى اقولك على تقسيمه، اول ما الفلوس تنزلك اول الشهر تعملها على طول، او جدت لي فلوس استثمر بيها فوق ما تتخيل. دي قاعده بسيطه اسمها 50-30-20. يعني ببساطه لو دخلك 10,000 5,000 للحاجات الاساسيه، ايجار، اكل، فواتير. 3,000 بقى تعيش بيهم حياتك من غير احساس بالحرمان، ما هو انت مش جاي الدنيا تتعذب. وال2000 دول اهم رقم في الشهر كله. بس اسمع دي كويس، ال2000 دول مش عشان يتحطوا في حساب وتقفل عليهم. التحويش يحميك بس الاستثمار يكبرك. يعني بعد ما تعمل امان بسيط، الجزء ده يتحول لحصة في شركة قوية تكبر مع الوقت وانت تكبر معاها، مش مضاربة، مش كل يوم تفتح وتقفل. سؤال واحد بس، انت كل شهر بتبدأ من الصفر ولا بتبني فوق اللي قبله؟ افتكر دايما قسم الاول وبعدين خلي جزء يشتغل. لو عايز تمشي النظام ده بهدوء ومن غير اي تعقيدات خليك معايا وهنبنيها سوا.